السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. هنشرح مع بعض النهاردة الجزء الرابع والأخير من موديول الأكسس تحول رقمي عربي 2024. لو نفتكر مع بعض ان انا عندي في الاكسس قائمة ملف، تبويبة الشريط الرئيسي، وتبويبة انشاء، وبيانات خارجية، وادوات قواعد البيانات. هم دول التبويبات اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل. احنا كنا واقفين عند تبويبة انشاء، وقلنا عندي في تبويبة إنشاء في 5 حاجات مهمة: الجداول تيبلز، والاستعلامات كويريز، والنماذج فورمس، والتقارير ريبورتس وماكرو. احنا كنا أخدنا بالتفصيل الجداول والاستعلام والنماذج، وأخدنا الأسئلة اللي جت عليهم. النهاردة هنشرح التقارير ريبورت والماكرو. اول حاجه النهارده هناخدها هي التقارير ريبورت. التقارير هي ايه؟ هي كائنات عرض وطباعه البيانات باشكال وطرق وتنسيقات متنوعه. يعني دلوقتي بمنتهى البساطه انا واحده عندي قاعده بيانات ضخمه، عامله جدول حاطه فيه كل البيانات بتاعتي، وبعد كده عملت الاستعلامات وعملت العلاقات ما بينهم، وكمان عملت شكل النموذج بتاعي. بس انا دلوقتي عايزه تقرير. يعني ايه تقرير؟ يعني عايزه بس بيان مفصل لمجموعه فقط من البيانات، اللي مش لكل البيانات. ساعتها انا بقدر اختار الجدول اللي انا عايزاه، واختار كمان الحقول اللي انا عايزاها تظهر في التقرير، وابتدي اعمل تقرير في الحاجات اللي انا عايزاها فقط. فدي من اهميه وفايده التقرير. وعايزه اقول لكم حاجه: التقرير ما عليه ان هو بيجمع لي البيانات اللي انا بقول له خدها، لكن هو شغله كله على التصميم مش على البيانات. يعني مش من خلاله ما اقدرش اعدل على البيانات، ولكن اقدر اعدل على شكل التصميم وشكل التقرير. تمام. طب دلوقتي التقارير ريبورت هي كائنات لعرض وطباعة البيانات بأشكال وطرق وتنسيقات متنوعة، ويعتبر هو الطريقة الرسمية لعرض وطباعة البيانات التي يتم استرجاعها من قاعدة البيانات. يبقى هو بيستخدم لعرض وطباعة، يعني من خلاله بقدر أعمل إيه؟ طباعة للبيانات. طب تسمح التقارير للمستخدم بتعديل تصميم التقرير فقط وليس البيانات، زي ما قلت لكم. يبقى أنا بقدر أشتغل فقط على تعديل التصميم، لكن البيانات خلاص أنا سجلتها في الجدول. من خلال التقرير ما اقدرش اعدل في البيانات. طب دلوقتي هنتوجه لبرنامج اكسس عشان نشوف التقارير عملي، عشان الجزء اللي جاي ده مش هيتفهم غير لما نشوفه عملي الاول. طبعا يا جماعه ده دلوقتي برنامج الاكسس انا فاتحاه معاكم. انا شغاله دلوقتي على تبويبه انشاء. احنا اخدنا جداول، واخدنا استعلامات ونماذج. النهارده شغالين على مجموعه تقارير. التقارير لما نيجي ندخل جواها هنلاقي في حاجه اسمها تقرير، وفي حاجه اسمها تصميم التقرير، وتقرير فارغ، وفي عندي حاجه اسمها معالج التقارير، وفي اخر حاجه التسميات. انا دلوقتي عشان اعمل انشاء لتقرير بدوس على معالج التقارير، فاول ما بدوس عليه بتظهر لي النافذه دي. تمام. ما قبل ما ادوس على معالج التقارير انا كنت واقفه على جدول ايه؟ واحد. فلما كنت واقفه على جدول واحد راح هو هنا على طول دايركت حط لي الحقول الموجوده في الجدول اللي انا اخترته. فبعد كده دلوقتي انا عايزه اعمل تقرير، فهقول له انا عايزه تقرير في رقم المريض وتاريخ الزياره واسم المريض. تمام. انا عايزه كل الحقول دي في التقرير. طب انا عايزه اخد شويه بيانات من جدول تاني. اروح اعمل ايه؟ من السهم ده ابتدي اختار مثلا جدول الرقم 2، واروح حاطه مثلا في اجمالي المبلغ والباقي. تمام كده انا اخدت البيانات اللي انا عايزاها تظهر في التقرير. ماشي. فدي اول خطوه من خطوات انشاء التقرير. يبقى يا جماعه في 5 خطوات لانشاء التقرير. اول خطوه ان هي اول حاجه بختار الجداول اللي انا عايزه اخد منها الحقول، وبعد كده بختار هنا الحقول اللي انا عايزاها تظهر فين؟ في التقرير. لما ادوس التالي بيبتدي يقول لي ما هي الطريقه التي تريد بها عرض البيانات. يبقى خطوه رقم 2 لانشاء تقرير هو بحدد طريقه عرض البيانات. طب التالي الخطوة الثالثة بيقول لي هل ترغب في إضافة مستويات تجميع أخرى؟ يعني أنت عايز تجمع البيانات بطريقة أخرى. ده الخطوة رقم 3. الخطوة رقم 4 بيسمح لي ان انا ارتب وافرد المعلومات اللي انا عايزة اضيفها في التقرير. والخطوة رقم 5 ليها علاقة بتخطيط التقرير. تمام. بعد ما افضل ادوس التالي لغاية ما خلاص اوصل لحاجة اسمها العنوان الذي تريده. يبقى اخر حاجة في انشاء التقرير هو تسمية التقرير. يبقى اذا يا جماعة لما اجي اعمل انشاء للتقرير بمر ب5 خطوات بتنتهي بتحديد عنوان او اسم التقرير، وبعد كده بدوس في الاخر انهاء، او لو البرنامج بتاعي انجلش هيبقى مكتوب رن، يبقى انهاء او رن. تمام. ده كده خطوات انشاء التقرير. بالتقرير بيظهر لي بالصورة دي. بس انا عايزة اخلي بالي من حاجة: التقرير ليه في طريقتين لعرضه. في
طريقة عرض التخطيط، وفي عندي طريقة عرض التصميم زي ما انا بشاور لكم تحت دلوقتي. لما بقى في طريقة عرض التقرير، هو دي طريقة العرض زي ما انتم شايفين، فيها الحقول اللي انا اخترتها، تاريخ زيارة المريض واسم المريض واجمالي المبلغ والباقي وكل البيانات اللي انا عايزاها تظهر، دي اسمها طريقة عرض التقرير. اما طريقة عرض التصميم بتظهر لي صفحة، الصفحة دي كلها كده عاملة زي جداول صغيرة، من خلالها بقدر اصمم شكل التقرير النهائي اللي انا عايزاه. تمام، هو هنا حاطط لي الحقول اللي انا اخترتها، ببتدي انسقها وارتبها بالطريقه اللي هي تديني الشكل النهائي للتقرير اللي انا عايزاه. نخلي بالنا من حاجه، اني اللي هو طريقه عرض التصميم اللي هو الخاص بالتقرير فيه 5 اجزاء. عندي حاجه اسمها رأس التقرير، ودي اول حاجه بتكون موجوده في التقرير، يليها رأس الصفحه، بعد كده يليها تفصيل، ويليها تسجيل الصفحة، وآخر حاجة تسجيل التقرير. يبقى أول حاجة رأس التقرير، وآخر حاجة تسجيل التقرير، بعد كده رأس الصفحة وتسجيل الصفحة، وفي النص في عندي إيه؟ تفصيل التقرير. دي حاجات مهمة حبيت أنوه لكم عنها وأوريها لكم عملي. نرجع بقى للشرح بتاعنا عشان نفهم أكتر. فدلوقتي نقرأ مع بعض إيه هي خطوات إنشاء التقرير ونثبتها زي ما احنا شفناها عملي. عندي 5 خطوات. الخطوة الأولى هي اختيار الجدول أو الحقول أو الاستعلام المطلوب في التقرير، بختار الحاجة اللي أنا عايزاها. بعد كده يقول لي الخطوة التانية تحديد كيفية تنظيم المعلومات في التقرير، بحدد الطريقة اللي أنا عايزة إيه أنظم بيها المعلومات. الخطوة التالتة ترتيب السجلات في التقرير، وعند الخطوة التالتة بعد ما اختار ترتيب السجلات في التقرير بتظهر لي حاجة اسمها تفصيل وملخص زي ما انتم شايفين في النافذة دي. يبقى أول ما أخلص الخطوة التالتة بتظهر لي نافذة إضافية بتبقى فيها خيارات اسمها خيارات التلخيص. تمام، فدي بيبقى فيها عند عرض كده تفصيل وملخص وملخص فقط، فمن خلالها اقدر اختار يا اما تفصيل وملخص يا اما ملخص فقط. ليه جبت لكم الحته دي؟ علشان موضع اسئله في الامتحان. يبقى الموضوع ده بيظهر فين او بيظهر في انهي خطوه؟ بيظهر في الخطوه رقم 3. طب الخطوه رقم 4 بعد ما خلاص رتبت السجلات هبتدي احدد شكل التقرير وتصميم التقرير. واخر خطوه اللي هي الخطوه الخامسه دي تسميه التقرير زي ما شرحت لكم عملي. طب بعد تسميه التقرير ساعتها يمكن الاختيار بين معاينه التقرير او تعديل تصميم التقرير. تمام، طب بيقول لي دلوقتي انا في طريقتين لعرض التقرير، يا اما تخطيط التقرير يا اما تصميم التقرير. تخطيط التقرير بيدينا الشكل ده في الحقول اللي انا اخترتها وعايزاها تظهر زي ما وريتكم. اما تصميم التقرير بتظهر لي الصفحه اللي فيها مليانه مربعات صغيره، دي الصفحه بتاعه التصميم اللي انا بقدر من خلالها اصمم شكل التقرير بالصوره اللي انا عايزاها. وعرفنا ان هي بتتكون من 5 اجزاء رئيسيه. رأس التقرير دي اول حاجه، واخر حاجه تسجيل التقرير. بعد رأس التقرير هنلاقي رأس الصفحه، وهنلاقي تحت حاجه اسمها تسجيل الصفحه، وفي النص حاجه اسمها تفصيل. وعند خانه تفصيل هنا بيبقى البناء الاساسي للتقرير وبيظهر فين؟ في تفصيل. الجزئيه دي نخلي بالنا منها. في معلومتين هنا حابه انوه لكم عنهم عشان بيجوا في الامتحان. يقول لي يمكن تحديد خيارات التلخيص في التقرير تفصيل وملخص من عرض. طبعا دي انا كنت شرحها لكم في السلايد اللي قبل كده اهو، تفصيل وملخص من عرض. تمام، طب يمكن تحديد تخطيط شكل التقرير بنوع ايه؟ مفصل. ينفع عادي احدده بنوع مفصل. طب نبتدي بعد كده ناخد حاجه اسمها تصدير وطباعه. مش احنا قلنا يا جماعه في تعريف التقرير هي كائنات عرض وطباعه؟ تمام، يبقى اذا هو جزء منه الطباعه. طب التقرير نفسه انا ممكن اصدره عادي. طب اصدره ازاي؟ هصدره ممكن في صيغ مختلفه. ممكن اصدره بصيغه PDF، يعني احوله من ملف اكسس ل تقرير في صيغه PDF او في صيغه الاكسل او في صيغه الوورد. يبقى اذا يمكن اصدر التقرير بتاعي في اي صيغه من الصيغ الثلاثه دول. طب يمكن تعديل التقرير بعد تصديرها بنسخه TXT ببرنامج زي معالج النصوص اللي هو وورد. طب دي معلومة التصدير. طب احنا قلنا اصلا التقارير هي كائنات عرض وطباعة، فاذا هو جزء من الوظيفة بتاعتها ان هي بتستخدم في الطباعة. فاذا يقول لي هنا عند طباعة التقرير يعرض محرك قواعد البيانات مربع حوار للسؤال عن رقم الطالب الذي ترغب ان يغطيه التقرير. يعني هنا بيسألك عن المعلومة اللي انت عايز تحطها في التقرير وعشان التقرير يغطيها. طب بيقول لي يتم تعديل البيانات الخاصة بالتقرير قبل طباعتها إذا تمت إضافة بيانات جديدة على الجدول الرئيسي المستخرج منه التقرير. وعند طباعة التقرير يمكن إضافة صفحات إضافية تصل ل 12 صفحة. كل كلمة في الجزئية دي مهمة موضع سؤال.
ناخد بقى الأسئلة اللي جت على التقارير. أول سؤال يقول لي يتم تعديل البيانات الخاصة بالتقرير قبل طباعته إذا تمت إضافة بيانات جديدة على الجدول الرئيسي المستخرج منه التقرير. الإجابة طبعا صحيحة، أنا لسه قايلها لكم. طب عند طباعة التقرير يعرض محرك قواعد البيانات مربع حوار للسؤال عن رقم الطالب الذي ترغب أن يغطيه التقرير. الإجابة صح. يمكن تعديل التقارير بعد تصديرها بنسخة TXT ببرنامج مثل معالج النصوص. الإجابة صح. يمكن تحديد تخطيط شكل التقرير بنوع مفصل. الإجابة صح. كل دي معلومات أنا قعدت أتأكد لكم عليها وموجودة بالنص في الشرح، ارجعوا له. طب التقارير ريبورتس هي كائنات عرض وطباعة البيانات بأشكال وطرق وتنسيقات متنوعة. طبعا ده تعريف التقارير. إجابة صح. عند الانتهاء من تسمية التقرير يمكن الاختيار بين معاينة التقرير أو تعديل تصميم التقرير. الإجابة صح. البناء الأساسي للتقرير يظهر فيه تفصيل. إجابة صح، ورناها لكم في الصورة اللي دي. هو البناء الأساسي للتقرير يظهر في تفصيل اللي هي الجزء ده. نرجع للأسئلة. يستخدم المساعد في إنشاء التقارير من خلال الأمر معالج التقارير الموجود في قائمة إنشاء. إجابة صح. لا تتوفر بعض خصائص التصميم عند استخدام المعالج. إجابة صح. يمكن إجراء تعديلات على التقارير أو النماذج المصممة بواسطة المعالج. الإجابة صحيحة. نكمل الأسئلة. يقول لي لا يمكن تصدير التقرير إلا في صورة PDF لأنها المناسبة لعرض البيانات وإرسالها. الإجابة غلط. لا، أنا ينفع أصدرها في صورة PDF وممكن إكسل وممكن كمان وورد، فمش بس PDF. يتم إنشاء التقارير من خلال قائمة تصميم ثم إنشاء التقرير. غلط. بعمل إنشاء للتقرير زي ما وريتكم عملي من تبويبة إنشاء، وبعد كده بختار من مجموعة تقارير، بختار حاجة اسمها معالج التقارير. طب بعد كده يقول لي تسمح التقارير للمستخدم بتعديل بياناتها. الإجابة غلط. تسمح التقارير للمستخدم بتعديل تصميم التقرير فقط وليس البيانات. طب يستخدم التقرير لعرض معلومات جدول واحد واستعلام واحد فقط. غلط. ممكن عدة جداول وعدة استعلامات. السؤال اللي بعد كده يقول لي التقارير هي أماكن تجميع البيانات من جدول. غلط. هي كائنات عرض وطباعة مش تجميع. طب في طريقة عرض التخطيط يظهر تسجيل التقرير أسفل تسجيل الصفحة. غلط. في طريقة عرض التصميم يظهر تسجيل التقرير أسفل تسجيل الصفحة. بعد كده أسئلة اختياري. يقول لي اختيار الحقول هو الخطوة ايه من إنشاء التقرير. هو يا جماعة بيسألنا على الخطوات وكل خطوة ايه وظيفتها، فلازم أخلي بالي. الخطوة الأولى هي الخطوة اللي بختار فيها الحقول في إنشاء التقرير. طب ترتيب السجلات في التقرير باختيار الحقول التي نريد الترتيب بناء عليها مع اختيار نوع الترتيب هو الخطوة رقم كام من خطوات إنشاء التقرير؟ هو الخطوة رقم 3 اللي هي ايه؟ ترتيب السجلات. طب عند إنشاء التقرير فإن تحديد تخطيط وشكل التقرير هو الخطوة الرابعة. يمكن إضافة خلفية لتقرير مسبق من تبويب أدوات تصميم التقرير. الحد الأقصى لتكبير التقرير هو 1000%، ودي معلومة مهمة نخلي بالنا منها. يعتبر ايه هو الطريقة الرسمية لعرض وطباعة البيانات التي يتم استرجاعها من قاعدة البيانات؟ طبعا ده تعريف التقرير، وده احنا اخدناه في اول حاجة. طب الخطوة الاخيرة لانشاء التقرير طبعا هي تسمية التقرير وعرضه. لعرض صفحتين في التقرير ده بيكون من خلال مجموعة تكبير وتصغير. عند ترتيب السجلات في التقرير يمكن تحديد خيارات تجميع البيانات من خلال خيارات التلخيص. لا يمكن تصدير التقرير إلى قاعدة البيانات في صيغة، طبعا أنا ينفع أصدره في شكل PDF أو إكسل أو وورد، لكن ما ينفعش أصدره في صيغة JPG اللي هو صورة. يظهر إيه في بداية التقرير؟ رأس التقرير. كائنات عرض وطباعة البيانات بأشكال وطرق وتنسيقات متنوعة. دي كان تعريف التقارير. السؤال اللي بعد كده يقول لي تحديد شكل التقارير. دي بتكون الخطوة الرابعة. طب لعرض وطباعة البيانات بستخدم التقارير. يمكن تحديد شكل التقرير بنوع تفصيلي من تخطيط. يظهر رأس التقرير في ايه؟ في بداية التقرير. لعرض المعلومات نستخدم استعلامات ولا نماذج ولا جداول ولا تقارير؟ لا، لعرض المعلومات بستخدم التقارير. اخر سؤال، اخر سؤالين معايا في التقارير. يقول لي يمكن تحديد خيارات التلخيص في التقرير تفصيل وملخص من خلال عرض. وريتها لكم، اكدت على المعلومه دي معاكم. عند طباعه التقرير يمكن اضافه صفحات اضافيه حتى ايه؟ حتى 12 صفحه. بكده احنا نكون خلصنا التقارير. هندخل على تاني حاجه اللي هي الماكرو.
طب ايه هو الماكرو؟ ايه وظيفة الماكرو؟ الماكرو هو أداة تسمح لك بإتمام المهام وإضافة وظائف إلى النماذج والتقارير وعناصر التحكم. وكمان يا جماعة هي ليها علاقة بالإيه؟ بالبرمجة. فيها حاجات إضافية وحاجات متقدمة ما بنستخدمهاش إحنا إيه على طول، بيستخدمها المتخصصين. فكده كده ماكرو ما بيجيش في الامتحانات أسئلة غير الأسئلة دي، وكله بيتمحور حوالين إن أنا أقدر أدوس أو أختار ماكرو من إيه، ما هقوم من تبويبة إنشاء بس كده. فنشوف الأسئلة. يقول لي يمكن عمل تصميم ماكرو جديد من تبويب إنشاء. الإجابة صح. توجد مجموعة وحدات ماكرو ورمز في تبويب إنشاء. الإجابة صحيحة. وحدات الماكرو توجد في تبويب ملف ولا إنشاء ولا تخطيط ولا تنسيق؟ بتوجد في تبويبة إنشاء. يمكن تصميم ماكرو جديد من تبويب إنشاء. هي دي الأسئلة اللي بتيجي على الجزء ده. طب احنا كده نكون خلصنا تبويبة انشاء. هندخل على التبويبة رقم 3 اللي هي بيانات خارجية. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناة عشان نقدر نقدم لكم كل جديد. ولو في حد جات له اي اسئلة جديدة في الامتحانات يا ريت نفيدنا بيها عشان نقدر نضيفها في التعديلات باذن الله. نكمل مع بعض التبويبة رقم 3 معايا في الاكسس اللي هي بيانات خارجية external data. طب external data دي الهدف منها ايه؟ هي عملية نسخ بيانات من مصدر اخر الى قاعدة البيانات زي جدول بيانات جديد في اكسس. يعني الهدف من البيانات الخارجيه هنا او من التبويبه دي ان هي بتمكنني نعمل حاجه اسمها استيراد وتصدير. يعني ايه استيراد وتصدير؟ يعني استيراد اللي انا استعين ببيانات خارجيه من ملفات اخرى واحطها معايا في البرنامج الاكسس. زي مثلا ممكن استعين بجداول بيانات من الاكسل او من ملف اكسس اخر او من قاعده بيانات او دي بي سي او من ملف نصي وورد او ملف اكس ام ال او من ملفات اخرى. تمام. ومن هنا الايقونه دي اقدر اجيب كل عمليات الاستيراد المحفوظه اللي انا عملتها قبل كده. طب بالنسبه للتصدير اللي انا هنا بصدر، يعني بحول ملف الاكسس الحالي اللي انا شغاله عليه لصيغ اخرى او ملفات اخرى. ممكن احوله الاكسل وممكن اصدره لملف نصي وورد او ملف اكس ام ال او ملف بي دي اف او كشكل بريد الكتروني او ملف اكسس اخر او ممكن ايه لملفات اخرى. وبرده من الايقونه دي اقدر اجيب العمليات التصدير اللي انا عملتها قبل كده وبالتالي بتكون هنا محفوظه. وعندي اخر حاجه اسمها تجميع البيانات. يبقى هدف الاكسترنال داتا هو استيراد وتصدير. طب ناخد بقى الاسئله اللي جت على الجزء ده. السؤال الاولاني يقول لي لا يمكن ربط برنامج الاكسس ببيانات متنوعه موجوده على جهاز خادم او نفس الجهاز. طبعا الاجابه غلط. هو فعلا يمكن ربطه عادي. فالإجابة يمكن. طب السؤال اللي بعديه في الغالب نحتاج لحفظ خطوات التصدير في قاعدة البيانات. الإجابة غلط. أنا مش محتاجة إن أنا أحفظها كل مرة، يبقى لا نحتاج لحفظها غالبا. يعني ممكن أحفظها وممكن ما أحفظهاش. طب بيقول لي من الأفضل إنشاء قاعدة بيانات باستخدام القوالب الجاهزة عند الحاجة لاستيراد بيانات موجودة في برنامج آخر إلى الأكسس. طبعا هو لا يفضل استخدام القوالب الجاهزة. فالإجابة هتكون غلط. يقول لي يمكن تخزين كائن موجود في برنامج آخر مثل الصور والرسوم البيانية وربطها بقاعدة البيانات. الإجابة صح. زي ما قلت لكم أنا دلوقتي لو عندي ملفات تانية بصيغ حتى مختلفة اكسل أو حاجة أو وورد وفيها بيانات زي صور أو رسوم بيانية ممكن عادي أربطها بقاعدة البيانات بتاعتي من خلال تبويبة بيانات خارجية من الاستيراد. طب لا يمكن استيراد بيانات من ملف نصي. الإجابة غلط. عادي ينفع استيرد بيانات من ملف نصي. يمكن تحديد معلومات حول كل حقل تقوم باستيراده. الإجابة طبعا صحيحة. لا يمكن تصدير بيانات قاعدة البيانات إلى ملف نصي. الإجابة غلط. ينفع أعمل استيراد وتصدير. يمكن استيراد علاقات الجداول والأعمدة المحسوبة وقواعد التحقق من الصحة والقيم الافتراضية والأعمدة الخاصة لكافة أنواع البيانات. الإجابة غلط. لا يمكن. أنا هنا بعمل استيراد. مفروض أنا بيتيح لي استيراد وتصدير بيانات وليست علاقات الجداول والاعمده. قواعد التحقق من الصحه والقيم الافتراضيه كل الحاجات دي انا ما بعملهاش استيراد. انا بعمل استيراد بس ايه للديتا يعني للبيانات نفسها. طب بيقول لي اذا اردت استيراد جدول سيقوم اكسس باستيراد البيانات الى جدول جديد. طبعا لما اجي اعمل استيراد جدول مثلا من ملف اكسل بيفتح لي هو جدول جديد في البيانات اللي انا عملت لها ايه استيراد. يمكن استيراد بيانات من ملف نصي من تبويب ايه. طبعا احنا قلنا اي استيراد وتصدير يبقى انا شغاله على تبويبه بيانات خارجيه. يمكن استيراد بيانات من قاعدة بيانات أخرى من تبويب بيانات خارجية. احنا كده خلصنا التبويبة دي والأسئلة اللي جت عليها. نيجي عند آخر تبويبة معايا في الأكسس اللي هي اسمها أدوات قاعدة البيانات. واللي يهمني أعرفه في أدوات قاعدة البيانات
شوية حاجات هنا لازم اعرف اسامي المجاميع وكل مجموعة فيها ايه، لان هي دي مواضع الاسئلة في التبويبة دي. ادوات قاعدة البيانات هي اخر تبويبة، وبالتالي هي فيها شوية ادوات بتساعدني اللي انا اقدر اعمل زي تصليح ومشاركة وتحليل وشوية علاقات لملف الاكسس بتاعي. فنيجي كده مع بعض، اول مجموعة اسمها ادوات. ادوات دي فيها ايه؟ فيها ضغط قاعدة البيانات واصلاحها. يبقى من خلال مجموعة ادوات اعمل ايه؟ ضغط لقاعدة البيانات واصلاحها، اعمل لها ضغط واصلاح. طب بعد كده في عندي مجموعة ماكرو، وفي عندي مجموعة العلاقات، وفي مجموعة تحليل، وعندي مجموعة نقل البيانات. نقل البيانات دي فيها ايه؟ فيها حاجة اسمها شير بوينت، ودي مهمة جدا، يعني من خلالها اقدر اعمل مشاركة للملف الاكسس بتاعي. وخلي بالي من المصطلح الانجليش يا جماعة، عشان ساعات في الاسئلة يجيبها لي مكتوبة غلط، فاسمها شير بوينت. واخر حاجة الوظائف الاضافية، لو احنا دوسنا عليها هتصل لنا بعض الوظائف الاضافية بتساعدني في برنامج الاكسس. وعلى العموم برضو عشان تكونوا مطمنين، دي مش موضع اسئلة خالص في الامتحان. فاذا هو احنا زي ما اكدت لكم ان موضع اسئله الامتحان في تبويبه ادوات قواعد البيانات، ان لازم اكون عارفه ان التبويبه دي فيها ايه؟ فيها تحليل، وفيها علاقات، وفيها ادوات اللي هي بالاخص ضغط واصلاح، وفيها نقل البيانات طبعا اللي هي فيها ايه؟ شير بوينت. طب نيجي بقى نشوف الاسئله عشان نربط بقى الكلام اللي احنا قلناه بالواقع. يقول لي ايه؟ توجد مجموعه تحليل في تبويب ادوات قاعده البيانات. الاجابه طبعا صح اهو. يبقى مجموعة تحليل فين؟ موجودة في أدوات قاعدة البيانات. طب يقول لي يمكن ضغط وإصلاح قاعدة البيانات من تبويب بيانات خارجية. الإجابة غلط، احنا قلنا ضغط وإصلاح موجودة في تبويبة ايه؟ أدوات قاعدة البيانات. طب يقول لي يمكن إنشاء قاعدة بيانات وربطها من خلال شيك بوينت. بص كاتبها ازاي؟ شيك بوينت. غلط، احنا قلنا شير بوينت. يقول لي يحتوي تبويب ايه على مجموعة نقل البيانات. يحتوي طبعا تبويب ادوات قاعدة البيانات على مجموعة نقل البيانات زي ما انا وريت لكم دلوقتي. طب توجد مجموعة تحليل في تبويب. طبعا اهو تحليل اهو، يبقى موجودة في تبويب ايه؟ ادوات قاعدة البيانات. طب لضغط واصلاح قاعدة البيانات نستخدم امر ايه؟ نستخدم امر ادوات. تمام، فهي دي الاسئلة اللي بتيجي على التبويبة دي. طب ان احنا كده يكون خلصنا الاكسس بكل التبويبات بتاعته، واخدنا الاجزاء العمليه المهمه اللي فيه. دلوقتي هناخد بعض الاسئله المتنوعه اللي جت على برنامج الاكسس. بيقول لي اول سؤال معايا: توفر نظم قاعده البيانات مشاركه كبيره مع مستخدمي النظم المتعددين. طبعا الاجابه صحيحه. اصلا برنامج قاعده البيانات ده من البرامج المهمه جدا اللي بتستخدم مع برامج اخرى كتيره، بقدر ساعتها من خلالها اعمل برامج وسيستمز ومنظومات كتير. طب بيقول لي توفر نظم قاعدة البيانات برامج لتوفير نسخ احتياطية من قاعدة البيانات. إجابة صحيحة. تحتوي قواعد البيانات على مجموعة من الكائنات مثل الجداول والاستعلامات والنماذج والتقارير. الإجابة برضو صحيحة. لا يمكن أن يوجد جدول واحد دون أن يكون متصلا بجدول آخر، وإلا فلن نكون قادرين على وصف هذا بأنه قاعدة بيانات. الإجابة غلط. مش شرط ان انا يكون عندي جدول متصل بجدول اخر، لا عادي، ممكن يكون عندي جدول واحد منفصل مش متصل بحد خالص، وفي الحالة دي اقدر عادي اوصفه ان هو قاعدة بيانات. فالاجابة غلط. طب يقول لي النافذة الرئيسية لقاعدة البيانات تتكون من ايه؟ ودي اول حاجة شرحناها في برنامج الاكسس. تتكون طبعا من 3 اجزاء رئيسية، ممكن ترجعوا له في الجزء الثاني. كده بنكون خلصنا معاكم برنامج الاكسس. معانا 4 اجزاء ليه، هحط لكم روابط ال3 الاجزاء التانيين في صندوق الوصف. برنامج الاكسس من البرامج المهمه جدا، وفي نفس الوقت من البرامج التقيله محتاجه تركيز. احنا حاولنا قدر المستطاع ان احنا نلخص لكم PDF المجلس الاعلى للجامعات بطريقه مبسطه وسهله. وجمعنا لكم في ال4 اجزاء المعلومات المهمه، واكدنا عليها وشرحناها نظري وعملي، وحطينا لكم الاسئله اللي جت عليها. واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.